وهاي الفلافل صارت جاهزة. طبعا ما اقولكم الطعم يجنن، جربوها وادعولي. هلا حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم غدانا فلافل، وحبيت اشارككم طريقتي بعمل الفلافل العراقية. الفلافل اللي اسويها اني ما اضيف اي شي ثاني مثل الخضرة، معدنوس او كرفس او هاي السوالف او بصل اخضر. كل اللي اضيف بصل، هذا البصل الاصفر، ثوم، والحمص انا منقعته وغاسلته ومنقعته من الليل، وكل ساعة ابدل المي مالته. الشي الثاني اللي اخليه ويا الفلافل كزبرة، كمون، ملح، وعنبة عراقية. طبعا طعم العنبة العراقية ويا العجينة يطلع فشي خرافي، جربوها وندعولي. انا اللي راح اسوي هسه بس كمية بس للغداء، فراح اثرم كله واعزل للغداء، والباقي افرزه بدون ما اخلي صودا وياها او بيكنج باودر. راح اثرمها وراح اشوفكم الطريقة التالية، ابقوا وياي. بلشت باول كمية من ثوم وحمص، وابلش اثرمه الى ان يصير الخلطة تصير ناعمة. شوفوا بين كل خلطة وخلطة لازم تقلبونه حتى يتجانس كله وكله ينثرم. طبعا انا عندي هذه سرامة مال لحم، بس هاي للسرعة استعملها الماكينات الصغيرة. خلصت اول وجبة، هسه ابلش اخلي الوجبة الثانية وياها بصل وثوم. حاولوا لا تخلون هواية حتى أنا ما يصير يعني ما تنترس الماكينة وتصير صعب بالثرم. طبعا أنا هواية جربت طرق خصوصا على اليوتيوب، وجربت يعني بالبيض أضيف في البيض، جربت أضيف البيكنج باودر، جربت أضيف بس صودا، جربت ويا البصل الأخضر أضيف هماتين. بس آخر شي ثبتت على هذه الطريقة إنه ما أضيف لها أي شي، بس البصل وثوم والكزبرة وكمون، هاي الشغلات الأساسية، وملح والعنبة. وآخر شي من أريد أقليها أطلع قسم وأضيف له شوية صودا، بيكنج صودا، أو شوية بيكنج باودر وبس، وبعدين أقليها. شوفوا حبايب، هسه اني ترامتها خلصت ترمها بالماكينة، بس بعتي شوية خشنة يعني. فاني شنو اسوي؟ عندي هذه اللي تهرس يعني الخاصة بالشوربات، اثرم بيها بحيث تطلعها ناعمة وملمسها كلش حلو. اني هاي طريقتي دائما استعملها بالفلافل، يعني استعمل هاي الماكينة حتى تثرم لي الحمص اكثر. اثرم كل العجينة حتى ما تطلع من تاكلوها تحسوها خشنة مو طيبة. كل شي راح تصير هشة من الداخل ومقرمشة من الخارج، بسرعة تستوي، كل طيبة تصير، ما تصير عجينة. شغلة ثانية ويا التقلاب، من تبلشون تقلوها، من تبلشون تقلونها جربوا اول قطعة بالقالب، وهسه انا راح اشوفكم شلون. اذا نزلت بسرعة العجينة من القالب معناته العجينة حلوة، بس اذا ما نزلت بسرعة معناته تحتاج شوية شو اسمه مي، فديروا لها مي حتى تصير سهلة من تنزل من القالب. وهمتين هيك شي راح ما يخليها تصير عجينة، من تاكلوها تصير عجينة عبالك تاكلون مو تاكلون بفلافل طيبة.
هسه هيجي اني اريده العجينة تصير، شوفوها. هسه ابلش اضيف البهارات والملح وابلش اقليها. حبلش اضيف البهارات. هنا أنا عندي الكمون اضيف، الكمون هم ينطيها نكهة وهماتين طعمها يصير اطيب اكثر وما تخليها تنفخ القولون. يعني عنصر اساسي اللي هو الكمون. والكزبرة أنا ضفتها ويا الثرم لأن أنا عندي حب الكزبرة ما طاحنتها حتى تبقى بالنكهة مالتها. إذا تطحنوها وتبقى فترة بالمخزن راح تفقد النكهة مالتها والريحة مالتها. أنا أضيفها فريش هيجي يعني بعد حب. أضيف العنبة، من تضيفون العنبة انتبهوا لأن العنبة بها ملح، فلا تضيفون ملح هواية حتى ما تصير مالحة. وضفت الملح، اخلطها وشوفوا العنبة تعطي نكهة وريحتها طيبة تصير ولون هماتين. ابد لا تضيفون كركم لان ينطيها مرورة وهو اصلا يعني مو طيب الكركم وياها. ضيفوا بس كمون وكزبرة. واذا تحبون يعني نفس الطريقة مالتي جربوا العنبة ضيفوها راح تشوفون فرق. شوفوها شلون العجينة متماسكة وحلوة وهشة. شوفوا واولها كلش حلوة. هسه اني اضيف لها شوية مي حتى انا تصير بعد شوية اخف، ما تصير مثل ما قلت لكم تصير عجينة قوية بالتقلى. شوفوا حبايب هسه اني تقريبا ضفت مي هالقد يعني تقريبا ربعة للقلاص للكوب. شوفوها شلون تصير. اذا تتذكرون بالعراق شلون ذولا اهل اللي يسوون الفلافل يفرموها تلقون الصينية مالتهم بها مي، هيجي هاي يضيفون مي للفلافل حتى تبقى هشة وما تخرب. شوفوا شوفوا شلون تصير. هذا اللي اقصده بانه القوام مالتها مو ثخينة كلش حتى ما تصير عجينة بالتقلى وبالاكل من ذوقوها عبالك تاكلون عجين، ومو خفيفة كلش مي. هاي هي. اني ضفت شوية بعد عنبة وياها لين ضقت الطعم. شوية عنبة وشوية ملح اذا تحتاج ضيفون. هنا انا حميت الزيت وراح ابلش اقلي واشوفكم شلون حتطلع. شوفوا حبايب شوفوا العجينة شلون صارت كلش هشة. الصودا اللي ضفتها تقريبا هالقد تقريبا نص الخاشوقة مال شاي. الكوب مال حمص. هسه الزيت حار عندي راح اقلي واشوفكم شلون حتصير. بس خلوني اثبتها. خليني اشوفكم. راح اشتغل بايد واحدة واشوفكم. ما تترسون القالب لازم كلش من العجينة
راح اشوفكم شلون التجربة. اذا خليتوا العجينة وضبيتوها بالزيت لازم هيجي توقع، هاي معناتها العجينة ناجحة عندكم. راح ابلش اقلي واشوفكم النتيجة النهائية مالتها. وهاي الفلافل تبيتها بالزيت، شوفوا شلون تصير. طبعا اول شي تحمون الزيت، بعدين تخففون الحرارة حتى شنو تستوي من الداخل، يعني ما تحترق رأسة من برا والداخل مالتها يبقى بعد عجين. فهيك شي اول شي تعلون النار على الزيت بس يحمى، يوصل لدرجة معينة من الحرارة، بعدين تنصونه وبعدين تذبون الفلافل قطعة قطعة. طبعا أنا القالب اللي عندي مال الفلافل شوي كبير، يعني مو قالب صغير، بس شنو يرهم تطلع الفلافل طيبة كلش. وهاي الفلافل مالتي جربوها وألف عافية.